غنشارك معكم بيتزات فرديين بعجين غتولي هي المعتمده عندك، وكيف ما ديما حركه الاكسبلور وقليبات ديالكم وتبارطاجيو لا فيديو مع الحباب والصحاب. وضروري ما خصكم تجربوهم، راه كيجيو زوينين بهاد العجينه. بالنسبه للعجين غادي نحتاج جوج زليف مع عامرين ديال الدقيق، دانون مسوس، شويه الملحه وشويه الزعتر، كاس ديال الحليب اللي يكون دافي غادي نديرو بهاد كاس ديال دانون، ملعقه كبيره من الخميره الفوريه، وربع كاس ديال الزيت البلديه. غادا نجمع العجينه ديالي، تقريبا غتزيدوا غير واحد شويه ديال الماء اللي يكون دافي. العجينه ديالنا خاصها ما تكونش مرخوفه بزاف وما تكونش قاصحه، على هاد الشكل كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو. غادا ندلكها مزيان وغادي نديرها في واحد المول ونخليها تيضاعف الحجم ديالها. واذا كان عندكم الوقت عجنوها في الصباح وخليوها حتى العشيه تيقرب وقت الفطور، عاد صيبوها البنات، راه كتجي زوينه وعاد ما كتزيان وكتجي مفشفشه. من بعد ما كيتضاعف لنا الحجم ديالها كنشكلوهم كرات صغار. هنا انا درتهم على هذا القياس، خرجوا لي 9. الا بغيتوا ديروهم صغار من هكا تقدروا ديروهم، بغيتوا ديروهم كبر من هكا تقدروا ديروهم. وغادا نخليهم واحد 10 ديال الدقائق، عاد غادا نديرهم في اللاطه وغادي نعمرهم. العجين كتبان لكم ناجحه وزوينه، مني كتجمعوها البنات شوفوا معايا كيفاش كتجي، كتبان لكم العجينه راه ناجحه. بعد ما شكلتهم كيف ما قلت لكم كنخليهم يرتاحوا شويه. غادا ناخذ المول دابا صافي، غادا نبسطهم بايدي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو وغادي نعمرهم. بالنسبه للطريقه ديال التعمار كتبقى اختياريه، عمروا باللي بغيتوا. هنا درت شويه لاصوص طوماط، درت فيه شويه البزار وشويه الملحه وشويه ديال الزيت البلديه، كنخليه يغلى شويه فوق البوطه. صافي من بعد كنديرو هو الاول بصيله وشويه الفلفله، شحرتهم حتى هما في مقيله مع شويه ديال الزيت وشويه ديال البزار وشويه ديال الملحه، كنضيفهم فوق منهم. ودرت شويه موتزاريلا، جاو البنات غزالين وجاو زوينين. وانتم كيبقى الاختيار ليكم، بغيتوا ديروا الطون بغيتوا ديروا الكفته اللي بغيتوا. هنا صافي زدت شويه الزيتون كحل، وغادا ندهن الجوانب بشويه ديال البيض والصوجه، وغادا ندير لهم شويه ديال الخشخاش. راه كيجيو زوينين البنات وكيجيو خفاف وغزالين. وكنرش فوق منهم شويه ديال الزعتر. وما تنساوش القليبات ديالكم وتبارطاجيو لا فيديو مع الحباب والصحاب باش تعم الفائده.